يحل 6 من نوفمبر لتستحضر معه الذكرى ويتجدد الاعتزاز والافتخار بمسيرة خضراء مظفرة جسدت مرحلة وضاء في مسار استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. كل المغاربة يؤكدون وهم يخلدون هذه الذكرى الوطنية المجيدة صمودهم وتعبئتهم واستعدادهم لمواصلة السير قدما على درب الملاحم والمكارم لصيانة وحدتهم الترابية وتثبيت مكاسبهم الوطنية. حدث أظهر للعالم بأسره مدى التلاحم الذي جسدته عبقرية الملك الموحد جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وتجند شعب أبي ناضل من أجل استكمال وحدته الترابية. وكانت الانطلاقة بخطاب تاريخي لمبدع المسيرة الخضراء عشية المسيرة. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. انطلقت جماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن 350 ألف مغربي ومغربية بنظام وانتظام توجهوا صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من براثن الاحتلال الإسباني، وبأسلوب حضاري سلمي فريد من نوعه استرجع الحق المسلوب وتحقق لقاء أبناء الوطن الواحد بعدما حطمت الحدود المصطنعة وانتهى الوجود الاستعماري على جزء غالي من الوطن. حدث